نيمو، بقول لك ايه يا اسطى؟ انا عايز اكلمك في حاجه كده، بس محروج منك. بس انا عارف انك هتفهمني يعني وتقدرني. ها؟ آه. في مواضيع كده عايزين نتكلم فيها. اول حاجه، يعني انت طبعا عارف ظروفنا ويعني وظروف البلد اللي احنا فيها ما تسمحش يعني ايه. ما تسمحش يعني الحاجات ايه بتحصل دلوقتي، يعني اللي هو آه، استهتار في عدد الشخات بتاعتك، يعني في استخدامك في البامبرز. قضيها كده سبهللة، عامل فطار وغدا وعشاء وفطار وغدا وعشاء. يعني الفطار بتعمله مرتين، والغدا بتعمله مرتين، والعشاء بتعمله مرتين، فستة في اليوم، فكتير يعني. وده انت مش عارف علبة اللبن بكام يعني. وبالصراحة يعني انا في ايه؟ انت كلام مش عاجبك يا اسطى؟ لو مش عاجبك قول، لو مش عاجبك قول، انا ممكن اقفل الموضوع. بس يعني راعي ظروف ابوك، يعني راعي ظروف ابوك. يعني ان انا مش هفضل بقى ايه اشتغل من الاخر يعني ونص مرتبي بس. انا مش هنتكلم في حته اللبن، انا هكلمك في حته البيبي بتاعك. نص مرتبي ضايع على شخاتك لوحدك. انت متخيل انت بتستخدم كام بامبرز في اليوم؟ ها، وانت عارف البامبرز بكام دلوقتي؟ ها، انت عارف بكام؟ ده كتير. اه والله. مره بامبرز، ومره حته قماشه، او تخليها من غير حاجه. نديك نص فوق بس هدوم، ونص التحتاني عادي احنا مع بعض. يعني انت هتداريها من مين؟ انا كل يوم بغسلها لك انا وامك، فهتداريها مننا يا اسطى؟ احنا عارفين شكلها وعادي يعني. احنا ستر وغطا عليك. يا عم انت ليك عندي لما نيجي نخرج عند حد هلبسك بامبرز، وهاخد لك واحد احتياطي معاك كمان. بس انت ما تخس، يعني عايزين نخف شويه. عايزين الموضوع شكله يعني، عايزين يعني ايه، نوفر من هنا وندفع في حاجه من هنا. انت الكلام مش عاجبك يا اسطى، صح؟ على فكره انا عيب. انا بابا، المفروض تقدر كلامي وتفهم كويس. ماشي؟ انا مش عارف الاحق يا ابني على البيبي بتاعك. فيا اما تنزل تشتغل معايا بما يرضي الله وتجيب حق لبنك وشختك، يا اما معلش يعني تمشي على النظام اللي انا همشي عليه، اللي انا هقول عليه، من الاخر يعني. اه. ما هو انت لا، ما تبصليش كده يا نيمو، ما تبصليش كده يا بابا. لازم الحياة تكون تعاون، مش كده. او ايه اللي بتهزلي دماغك وبتعمل بيبي برضه؟ وبتعمل بيبي. انت بتودي وشك الناحية التانية، مش عاجبك الكلام؟ المهم يا اسطى، فانا انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده انا بكلمك وانت بتعمل بيبي، يعني انا سامع دلوقتي اللي انت بتعمله. يعني حتى مش تستنى اما اخلص كلامي وتقول لي ماشي يا بابا وامشي وتعمل من ورايا، لا ده انت بتعمل في اثناء كلامي معاك وبخصوص الحاجه دي. اقسم بالله سامع اهو اهو، سامع اهو. عارف انت فتحت انا سامعها. احترم نفسك شويه، ما تبقاش عيل عينه دي كده. لازم لازم يكون عندك شويه من الاحمر. انت بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ فدلوقتي يا نيمو احنا رجاله زي بعض، فمعلش يعني راعي ابوك، راعي ابوك وحات ابوك. عشان ايه؟ الدنيا خربانه. ماشي يا بابا؟ وانا هظبطك يا عم وهروق عليك في اللبن، مش هخصم منك اللبن. ماشي؟ انا هعمل لك تارجت. التارجت ده لو عديته هيبقى في نقص في اللبن، من الاخر.